كل اللي تشوفينه وتسمعينه ندخل ونطلع من حسينية لحسينية، نردد اللطميات ونصيح وننوح ونضرب روسنا وصدورنا وكل قطعة جسمنا من أجل حب الأئمة، ندعي ونندر ونتوسل ونستشفع بالأئمة. زين، وش بقى إلى الله سبحانه وتعالى خالق الكون والوجود، خالقي وخالق الأئمة من قبلي، وكل مخلوق على وجه الأرض هو عبد إلى الله سبحانه وتعالى. الله خلق الإنسان وكرمه بالعقل، ورفع الإسلام من شأن العقل، وجعله مناط للتكليف وشرط لقيام الحجة. زين، فكري وياي شوية، ولو نروح الحسينيات نعزي ونصيح وندعو، وين الدليل على وجوب فعل كل هذه الأمور؟ أبغى دليل واحد من القرآن، ما أبغى رواية. إذا كانت الرواية صادقة لازم يكون مصدرها القرآن. طبعا ما راح تلاقي دليل، وتتعبي ولا بتلاقي دليل. زين، ما سألتي نفسك ولو إذا صابتنا مصيبة أو إذا مرضنا ندعو نتوسل ونستشفع بالأئمة، إذا هم يملكوا شفاءنا ورفع الكربة عنا؟ ولو ما شاف نفسه زين العابدين كان مريض عليل من ولادته لين مات، ولو ما شاف نفسه أو أحد من أسرته شافه. لا تقول الكرامة بس لنا إحنا لأنهم أعلى في التدين. إذا الكرامة ما تجوز عليهم لأنهم أعلى في التدين، يعني السيد ما له كرامة لأنه أعلى في التدين. يعني لازم نطالب السيدين يرجعوا كراماتنا، أو نعترف أن الكرامة ما لها أصل في يد البشر، وكل تصاريف الكون بيد الله الخالق المدبر. فالله هو القريب المجيب. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سألي نفسك، ولو نزور المشاهد في سوريا وإيران والعراق ونصيح على السبات ونحط قفول ونودي ذهب وفلوس ونكتب رسائل إلى الحضرة ونتوسل وندعو، ولا وين ما قريت في القرآن يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد. وش الفرق بينه وبين الجاهلية؟ الجاهلية تعبد أصنام، وحنا نعبد قبور أولياء صالحين ماتوا من آلاف السنين، يعني حجارة. وين عقولنا؟ وين من آيات الله؟ وين من قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا؟ سألي نفسك ودور عن الجواب. طيب ما سألتي نفسك إذا أهل البيت عندهم كل هالكرامة، لهم القدرة على إحياء الموتى وهم وسطاء ويستغاث فيهم ولهم حق تحليل وتحريم، ولو ما نزل نص قرآني على وجوب تكريمهم وتفضيلهم على الأنبياء، بس نزل نص قرآني يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني الله يخرج الحق على يد الأنبياء عليهم السلام، مو على يد أهل البيت. حنا غلطتنا الوحيدة وقفنا عقولنا عن التفكير وصرنا تبع إلى مذهب آبائنا وأجدادنا. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صعب على الواحد يطعن في مذهب مشى عليه كل حياته، بس الواحد يحاول مرة واحدة يفكر، يدور عن دليل، يدور عن حقيقة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. اعبدي الواحد الأحد الفرد الصمد. دور عن الحقيقة، دوريها في كتاب الله، دوريها في سنة النبي، وراح تلاقينها إن شاء الله.